الفنان صبري عبد العزيز فنان من النخبة الجميلة، بيسموه فنان النخبة. راجل طيب ومحترم وابن ناس. صبري عبد العزيز فقد ساقه في عملية فدائية، وشاهد جنازته في رؤى أخبر أهل بيته بيوم وفاته ومكان دفنه. بالفعل تحقق الأمر ده بالفعل، ودي كانت أعجب رؤى في التاريخ. فنان صبري عبد العزيز عمل دور في فيلم أبو الدهب مع الراحل العملاق أحمد زكي ورغدة، وكان اسمه الكبير في الفيلم. الدور ده كان قمة في الإبداع. هو من مواليد الإسكندرية، من لوران الإسكندرية. صبري أحمد عبد العزيز مواليد 8 يونيو 1925، والوفاة 11 إبريل 2003 عن عمر 78 سنة. الفنان صبري عبد العزيز ابن ناس، شكله برنس. هو أصلا برنس، وكان وشه أحمر زي الإنجليز والشعر الأبيض. كان بيلبس بدل من الكرافتة، لبسه منسق ومهندم مع بعضه، الحذاء مع الشراب. منطقته في لوران في اسكندرية كانوا مسميين كبير لأنه كان خدوم جدا، وكان بيحب الناس ويخدم الناس. وأبوه كمان كان راجل طيب جدا، وأمه في المنطقة كانوا مسمينها الهانم. لوران في اسكندرية دي كانت منطقة البشوات والبهوات. اتولد في أسرة غنية، كان بيتكلم إنجليزي وفرنساوي بطلاقة. من وهو صغير مدرسين للغات والموسيقى، يعزف الكمان والجيتار والبيانو، وكان البيانو ده موجود في بيوت الأغنياء. بيعزف الموسيقى العالمية، ونشأ في الجو ده، ودخل كلية الآداب لغة فرنسية، وكان متفوق جدا في الجامعة، واتلم على مجموعة طلبة فدائيين بيطلع معاهم وراء خط القنال يحاربوا الإنجليز. مجموعة الطلبة الفدائيين دول دخلوا في دماغه جواه حب الوطن والوطنية وروح فداء بالنفس من أجل الوطن. وقتها كان عمره 23 سنة، وقامت حرب 1948. سافر من ورا أهله وراح فلسطين، واتطوع ومشي راح فلسطين في عملية فدائية. ورا خط العدو حصل انفجار قنبلة أدت إلى فقدان رجل من أحد قدميه. رجع مصر تاني. أهله كانوا بيدوروا عليه، لما لقوه في المستشفى حكى لهم اللي حصل. أبوه حط إيده على كتفه وقال له الحمد لله أنا خلفت راجل. أمه كانت بتعيط وتنوح وتبكي. أبوها قال لها أنا مطمن ابنك راجل. خلص الجامعة، بدأ يقرأ في مجلة. في مرة مجلة فنية لقى المخرج محمد كريم عامل مسابقة فنية. راح المخرج محمد كريم قدم في المسابقة. المخرج محمد كريم هو اللي كان عامل أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب كلها، زي فيلم الوردة البيضاء، دموع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، ممنوع الحب، رصاصة في القلب، لست ملاكا. كان المخرج محمد كريم اشتغلش إلا مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. المخرج محمد كريم من مواليد 18 ديسمبر 1896، وتوفى في 17 مايو 1927. ربنا كرمه واتجوز واحدة ألمانية ودخلها الإسلام، خلف منها بنت وحيدة اسمها ديانا. كان مخرج متواضع جدا، رغم إنه كان مخرج وصيته مسمع واسمه كبير. كان بيشتغل مع محمد عبد الوهاب، يعني شهرة ومجد وفلوس، إلا إنه كان راجل متواضع جدا لدرجة إنه كان بيركب الترام مع الناس عادي. محبش إنه هو يجيب عربية ملاك لنفسه، وكانت الناس وقتها بتتعجب من أمره. المهم إن الفنان صبري عبد العزيز راح دخل المسابقة اللي عاملها المخرج محمد كريم، وأعجب بيه محمد كريم جدا، شكله وستايله، الشكل الأرستقراطي، راجل برنس. بقى يلبس ساق صناعي. ربنا يعافيني ويعافيكم ويعافي السامعين يا رب، حبايب المشاهدين في أجسادهم يا رب وفي أولادهم. سلك الفنان صبري عبد العزيز أول فيلم اشتغل فيه ظهور الإسلام والوعد الحق وأسرار الناس وبورسعيد وأنا وقلبي ومهرجان الحب وحب من نار. بقوا يجيبوه في أدوار الضابط الإنجليزي أو المصري، أدوار الشر، رجل أعمال كبير شرير. اشتغل في أفلام باب الحديد وقلب من ذهب. وفي الإذاعة اشتغل في المسلسل اللي كان مشهور جدا في الإذاعة المصرية، عائلة مرزوق أفندي. اشتغل في فيلم لو كنت غني، وفيلم تمن الحرية سنة 1967 دور ميجر جاكسون، ضابط بريطاني. أدى الدور بإتقان شديد جدا جدا. الفيلم ده كان بطولة محمود مرسي وكريمة مختار وصلاح منصور وفايزة فؤاد، إخراج نور الدمرداش، وقصة نجيب محفوظ. علم علامة كبيرة جدا في الفيلم، وأثبت إنه فنان فعلا، فنان قدير. قدم صبري عبد العزيز حوالي 151 فيلم. كان آخر فيلم عمله مع أحمد زكي فيلم أبو الدهب، عمل دور كبير جدا، وعمل فيه فيلم الماضي يعود الآن وفيلم السرايا. بعد كده الفنان صبري عبد العزيز اعتزل الفن والتمثيل، وأصيب بالأمراض وقعد في البيت. وفي مرة من المرات صحي من النوم ونادى على مراته، قال لها أنا شفت النهاردة جنازتي. ردت وقالت له ايه بتقول ايه؟ ازاي انت بتقول كده؟ وايه اللي انت بتقوله ده؟ ربنا يعطيك الصحة والعافية والعمر. لا زي ما بقولك كده، انا شفت النهاردة جنازتي، شفت رؤى وشفت جنازتي فيها، اني هموت يوم الجمعة، كمان هيصلوا عليا الجمعة في جامع كذا في اسكندرية، يوم كذا هيحصل، هندفن في الحتة الفلانية. لا عن كل شيء شافه في الرؤى، حتى التغسيل والتكفين. انا شفت كل ده وكأنه حقيقة، نفس الكلام اللي قاله حصل.
كأن حصلت معجزة عجيبة. فعل توفى صبري عبد العزيز في يوم الجمعة. الناس حتى قالوا لا هنصلي عليه بعد الجمعة، إنه كان خلص قبل صلاة الجمعة. توفى الساعة 8 صباحا. ما جهزوا التغسيل والكفن حتى حصل اختلاف على مكان الدفن. جماعة من الأهل قالوا يندفن في هنا عند العيلة، قالوا لا يدفن هي. مراته تقول لا يدفن هي. أخوه من السفر قال لا أخويا هيدفن جنب أمه وأبوه، بس المكان اللي شافه في الرؤى، المكان اللي اتدفن فيه. سبحان الله، وتحقق الأمر بالفعل اللي شافه في الرؤى ده، لأن كان إنسان طيب ومحترم عنده شفافية وصال بين العبد والرب، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى بصره بيوم وفاته وجنازته مكان وفاته. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة والمغفرة. ناس طيبة وجميلة اتركوا أثر فينا إنهم حد من أهالينا. عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة. مش عايزة أفكركم أختكم محتاجة دعمكم، بتمنى منكم مزيد من الدعم عشان قناتي تكبر بيكم. في رعاية الله وأمنه وأمانته. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.